أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته وسلم. الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد، وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد، غاية معصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه مبعوث العباد، إلى وجه معبود العباد. وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات النادات، سيدنا محمد الذي يصعد من لبى دعوته ويضر من خالفه عناد، وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعضهم من أهل التوفيق. أما بعد، فيا عباد الله، أجيبوا داعي الله نصيحا بالتوبة إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واصبروا على إقامة فرائضه التي فرضها عليكم، دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم، واحذروا من تضييعها، فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها. فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب النار الجحيم، وأحل له رضوانه في جنة النعيم، ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها، فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها، لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعداء الذات،
ففرغوا لها القلوب محل النظر ربه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفي الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته وسلم. الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه، المشكور فيهما بالجم من نعمائه. وصلى وسلم على خير مبعوث للنشر الحق والطي الباطل، سيدنا محمد وابن الخير الهاطل، وعلى آله وصحبه الذين سيروا جد الشرك صر عاطل، الذين بذلوا للدين حقه بلا مطل ماطل. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وصلة لربكم ورضائه توحيده وإدامة شكره وثنائه، وصيانة ودائعه، وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة صارع المرضية في كل بكرة وكل عشية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإياكم ومباثة الواحد القهار بالعصيان باقتحام مناهيه أو باستخفاف بأوامره في الأوان، أو بمقابلة بعضكم بعضا بالظلم والطغيان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وأتم تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن. تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه. آمين. يغفر الله لي ولكم ولجميع